سلام يا طنطان يا دار السلام، دار تزينها المداين والخيام. سلام يا طنطان يا دار السلام، دار تزينها المداين والخيام. دار عزيزة واهل. الجناح الإماراتي بموسم طنطان الثقافي قدم إليه الزوار من جل أنحاء المملكة المغربية لاكتشاف التنوع الثقافي الذي تزخر به الإمارات العربية المتحدة. على خير وأمان، تاريخنا واحد وهذا من زمان، من دارنا. وأنت تقف أمام هذا الجناح تغوص في عالم التراث الإماراتي، يجذبك للتنقل بين أروقته واستحضار التاريخ. في هذه الزاوية يجتمع معدو القهوة العربية الإماراتية وصناع الشاي المغربي الصحراوي معاً في مشهد يظهر مدى التقارب والتشابه بين العادات الإماراتية والمغربية. وتمثل القهوة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للإماراتيين، وتحضيرها له قواعد أساسية يجب الالتزام بها. تراثنا واحد ويجمعنا الوصال. طبعا لازم نبدأ في المحماص اللي هو هذا، ونبدأ نحمس فيه القهوة على الجمر، وبعد ما نحمس القهوة ننتظرها تبرد. بعد ما تبرد القهوة نبدأ ندقها في النجر، هذا نحن نسميه المنحاز. ندق القهوة، طبعا هذا الصوت يحيى عشان اللي حول المنطقة أو حول المكان يسمعون دق النجر، فيجون على الصوت إن يعرفون إن في إعداد قهوة في المكان. عقب ما تدق القهوة وتجهزها تبدأ تحطها في المطباخة، هذه الدلة الكبيرة اللي احنا نسميها مطباخة، نصب فيها القهوة ونرجعها على الجمر، تاخذ وقتها في الاستواء، بعدين نصبها في المزلة. جودة البن وطريقة تحميصه والمواد العطرية التي تضاف إليه والأدوات المستخدمة في تحضيره، كلها تفاصيل مهمة لتقديم فنجان قهوة مثالي. على الوفادين. ليس بالضرورة أن تكون حبوب القهوة باهظة الثمن، فالبروتوكول الخاص بأعدادها كفيل بتقديم قهوة عربية أصيلة ذات مذاق لا يقاوم. البن هو مش بالثمن، أنا يمكن أعطيك قهوة ثمنها غالي، لكن اللي يحمس القهوة ما يعرف يحمص، يمكن يضيع عليك القهوة وتضيع وتخترب وتنحرق القهوة. لكن الشخص اللي يتقن تحميص القهوة لو تعطيه بن رخيص ولا غالي ثمنه بيعطيك قهوة منتج ممتاز، لأنه هو يكون خبير في التحميص، هو أساس القهوة التحميص. إذا ما كنت تعرف تحمص القهوة فأنت ما تعرف تسوي قهوة. طبعا نحن في دولة الإمارات لازم نبدأ يومنا بالقهوة العربية، وما في بيت يخلى من القهوة العربية الإماراتية. هذا المشروب السحري ليس رمزاً للكرم والضيافة فقط بالنسبة للمجتمع الإماراتي، بل أيضاً عادة يبدأون بها صباحهم، ولا يمكن أن يمر يومهم من دون شرب فنجان قهوة آخر، ولم لا عدة فناجين على فترات متقطعة من اليوم حسب الرغبة. ما يستوي القهوة، هي أول حاجة تقدم للضيف، تقدم التمر إنه يأكل له حاجة حلوة، بعدين تصب له القهوة وتعطيه فنجان القهوة. هذا بداية إنك أنت تكرم ضيفك. نحن طال عمرك الجلسة اللي جلسناها يعني قبل قليل مع أخواننا المغاربة في إعداد الشاي الصحراوي المغربي، وشفنا أن نحن متلاقين في نقطة واحدة، أن نحن نجلس ونستمتع مع الضيف في وقت إعداد الشاي المغربي أو القهوة العربية. هذا الوقت اللي أنت يمكن نص ساعة تأخذ الأخبار وتسولف معاه وتحسسه بالطمأنينة والأمن والأمان. من دارنا جينا نشارك بك. كذلك هو الشأن بالنسبة للمجتمع الصحراوي في جنوب المملكة المغربية، لا يمكن لهم التخلي عن شرب الشاي الذي يتم إعداده في جلسة شاي على أصولها بعد احتسائه مرتين أو على الأقل مرة واحدة في الجزء الأول من اليوم. ثلاث يعني أوقات رئيسية هي الصبح والعصر وبعد المغرب، ثلاث، ولكن هو يستعمل 3 4 مرات 5 6، يعني ما عندناش واحد
العدد يعني محدد في النهار، ولكن غالبا الأسر يعني 3 مرات تقريبا. ولا تكتمل المناسبات الاجتماعية واستقبالات الضيوف والجلسات العائلية بدون الشاي كتعبير عن حسن الضيافة والسخاء. أما بالنسبة للشاي الصحراوي فيعني هو يعني مولود ثقافي، ويتطلب وقت لإعداده، ويتطلب يعني سمر ويعني جلسة عائلية أو ضيوف أو أصدقاء ويقدم للمحبة ولإكرام الضيف. وللشاي الصحراوي بروتوكول ووسائل عمل خاصة، ويأخذ مدة زمنية طويلة لصنعه، كما يجب الالتزام بالمراحل المتعارف عليها عند الأسر الصحراوية للحصول على شاي لذيذ يريح الأعصاب ويعدل المزاج. وكلما كان سعر حبوب الشاي مرتفعاً كلما زادت جودتها، على عكس القهوة الإماراتية فجودتها راهنة بإتقان عملية التحميص والتمكن من إتمام باقي مراحل الإعداد بشكل صحيح. العناصر الأساسية لا بد من توفر ماء الغدير أو ماء معدني حلو، توفر السكر، مادة السكر، توفر مادة يعني العلك، وتوفر من طبيعة الحال البراد والماء المغلى والمكلف بإعداد الشاي، وهذا هو الأهم. لا بد من إنسان يتقن صنع الشاي. القهوة الإماراتية والشاي المغربي الصحراوي مشروبان كادا أن يتمتعا بنفس الخصائص، حيث أن المبدأ في تحضير هاتين المادتين الأساسيتين واحد، والأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لاستهلاكهما نفسها. وعلى الرغم من المسافة الجغرافية بين الدولتين، إلا أن ثقافتهما المتماثلة جعلتهما وكأنهما بلدان متجاوران. من دارنا جينا نشارك بالتراث.